اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد لينا من فيديوهات التوعية التكنولوجية. والنهارده حابب ان انا اتكلم معاكم في موضوع في غاية الاهمية، الا وهو اهمية الذكاء الاصطناعي ومخاطر الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وخصوصا في الفترة الحالية كتير من الناس بنسمعهم يقولوا الذكاء الاصطناعي هيهدم كل البشر، والذكاء الاصطناعي هيجي على ناس كتير جدا في شغلها. طب يا ترى الذكاء الاصطناعي هيبقى كارثة قومية، ولا الذكاء الاصطناعي هيبقى حاجة كويسة في حياتنا اليومية، ولا ايه اللي انت شايفه؟ طيب انا هتكلم معاكم لان احنا زي ما احنا عارفين ان الذكاء الاصطناعي حاجة في غاية الاهمية، وسيبك من اي حد ان يقولك ان الذكاء الاصطناعي فيه سلبيات خطيرة، لان زي ما احنا عارفين ان كل حاجة زي ما لها مزايا بيكون لها سلبيات ولها مخاطر خطيرة جدا، واحنا اللي بايدنا بنستخدم هذه المزايا او هذه السلبيات. يعني انت الشخص اللي تقدر تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي استخدام صحيح او استخدام خاطئ. فاحنا لازم ناخد بالنا من الحتة دي جدا، ونكون عارفين ان في فترة كورونا كل حياتنا كانت اتحولت من المرحلة الورقية البحتة جدا للمرحلة الرقمية، وحياتنا كلها كانت رقمنة. وعايزين نقول ان الذكاء الاصطناعي اتدخل في حياتنا اليومية وساعد كمان المواطنين في ان هم يستغلوا عملهم وان هم يشتغلوا من خلال الاونلاين. وشفنا ده على زوم، من خلال زوم شفنا ده من خلال الشوبينج نفسه كان بيتعمل اونلاين، وكان الناس بتروح تقدم حاجات لناس تانية من خلال الابليكيشن او اي حاجة احنا عايزينها. فالنهاردة الذكاء الاصطناعي النهاردة الذكاء الاصطناعي حاجة مهمة جدا، بيوفر على الدولة حاجات كبيرة جدا وبيوفر على المواطن حاجات عظيمة جدا في حياتنا اليومية. فاحنا عايزين نعرف الناس ان الذكاء الاصطناعي هو حاجة كويسة، بس انت اللي بايدك تستخدمه استخدام صحيح او بايدك تستخدمه استخدام خاطئ. بس زي ما احنا عارفين ان كمان الذكاء الاصطناعي اتدخل كمان واشتغل اكتر في الطب، اشتغل في الصيدلة، اشتغل في الهندسة، اشتغل في جميع المجالات اللي احنا بنعيشها في حياتنا اليومية. فخلي بالك النهاردة حضرتك لو انت ما استغلتش الذكاء الاصطناعي واشتغلت على نفسك بالذكاء الاصطناعي واستخدمت هذا الذكاء الاصطناعي في عملك، انت فعلا هتنتهي او عملك هينتهي. فاحنا لازم نواكب العصر، لازم كل الناس تواكب العصر وتبدأ تشتغل على نفسها في موضوع الذكاء الاصطناعي، لان انتوا عارفين ان الموضوع احنا بنقوم من النوم نلاقي حاجة جديدة جدا حصلت وحاجات بتحصل من خلال الذكاء الاصطناعي. بس في شوية مخاطر وفي شوية حاجات لازم نعرفها للناس المتخوفة من الذكاء الاصطناعي. اهمها واحد، لابد من التوعية التكنولوجية. احنا مش مطلوب مننا ان احنا نكون خبراء امن معلومات زي ما مطلوب مننا ان احنا نكون عندنا توعية تكنولوجية. معروف عننا ان احنا يعني مش عندنا وعي اكتر بالتكنولوجيا، فلازم يبقى عندنا وعي اكتر، نقرأ في المجال اكتر، نحاول نشوف شغلنا ونوظفه في الذكاء الاصطناعي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما ينفعش يا جماعة ان احنا بنلاقي كتير على الفيسبوك على وسائل التواصل الاجتماعي ناس بتنشر حياة اولادها بصفة عامة، منزلين فيديوهات ليهم، كل ما يعملوا حاجة شخصية ينزلوها على النت. ده ممنوع منعا باتا، لان الموضوع ده خطير جدا. عايز اقول لحضرتك ان بياناتك، فيديوهاتك، كل الحاجات دي بتتباع كده في موقع علني، واللي بيدفع اكتر هو اللي بياخد الداتا بتاع حضرتك. فخلي بالك وخليك عندك توعية ان انت ما تنزلش صورة ابن حضرتك او بنت حضرتك، او تنزل حياتك الشخصية في كل يوم فيديو ليك وكل يوم صور جديدة ليك. خلي بالكم الموضوع ده مهم جدا. رقم 3 او رقم 2، لازم ناخد بالنا من موضوع اللينكات، او ناخد بالنا من موضوع الخبر اللي بينزل من مصادر غير موثوق فيها. وطبعا في يعني اخبار كاذبه بتدعو للشائعات، ولازم ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده. ما ينفعش ان احنا ندخل على اي موقع او ندخل على اي صفحه غير معروفه، لازم نرجع للمصدر الرسمي او المصدر الموثوق منه من هذه الصفحه ونتاكد من الخبر. لان كتير من الناس يقول لك شير في الخير وتشير للبوست الفلاني، وتلاقيك داخل في قصه تانية اصلا مش بتاعتك، ما بتكونش خاصه بيه. لان خلي بالك من الموضوع ده، لان النهارده بيعاقب عليه القانون. ما ينفعش ان انا الاقي لينك غير كمان رقم 4، ما ينفعش يبقى فيه اي لينك غير موثوق فيه، وان انا ادخل
في ادخل في اللينك ده وابدا ان انا اضغط على اللينك ده، الا في حاله واحده افتح المحرك العالمي اللي هو جوجل وابدا ان انا اخد الكوبي اللينك ده هرميه كده في بيست على جوجل. هيعرفك اذا كان اللينك ده موثوق فيه او غير موثوق فيه، وفي برامج كتيره جدا تعرفك اذا كان اللينك ده صحيح او غير صحيح. تمام. حالة التهديد او الابتزاز الالكتروني اللي بيجي لحضرتك من خلال الذكاء الاصطناعي، او حد بعت لحضرتك فيديو مفبرك لحضرتك وبدا ان هو يبتز حضرتك ويهددك ويقول لك هات فلوس او هات كذا عشان ما انشرش ليك الفيديو بتاعك، او ان انا ابعت الفيديو اللي انا عامله لك ده لاصحابك، لازم ان انا ارجع لمباحث الانترنت. وطبعا هم عاملين مجهود جبار ورقمهم 108. هرجع لهم وهيبداوا يتصرفوا مع الشخص ده تصرف صحيح جدا، فخلي بالنا من الحته دي. كمان من الحاجات المهمه جدا الصفحات الفيك اللي بتطلع اليومين دول بقى وطالعه رسميه جدا، ان هي ينزل لك لينك كده ويقول لك خش على اللينك ده واعرف شكلك بعد 70 سنه، وتبدا ان انت تخش على اللينك ده. وممكن اللينك ده اصلا بياخد بياناتك او يدخلك، يكون اللينك ده ملغم ولا حاجه، ويبدا اللي هو ياخد كل الداتا بتاع حضرتك. انا حبيت كده اطلع معاكم في السلسله بتاعتنا اللي احنا بنطلع فيها مع حضراتكم، سلسله الوعي التكنولوجي. شكرا ليكم، ويا رب يحفظ مصر وشعبها وجيشها، واحفظنا جميعا من الفتن، ويحفظنا جميعا من الاشخاص اللي هم عندهم ابتزاز الكتروني او بيستخدموا الذكاء الاصطناعي استخدام غير صحيح. شكرا لحضراتكم، ويا رب تكونوا دايما بخير. مع السلامه.